سلام الله عليكم. الزمان سنة 2008، فصل الصيف. المكان مدينة أكادير، وبالضبط بأحد الأحياء الشعبية المعروفة. قصتنا اليوم الإخوان كتشبه شي سيناريو ديال شي فيلم مرعب، ولكن للأسف هي واقع مرير حقيقي عاشوه سكان هذا الحي. البطلة، أو بالأحرى نقول الضحية، ماشي مرأة عادية، كان اسمها سعيدة، 45 سنة. المرأة اللي كانت كتحكم في الحي بنظرة واحدة، باترونة، دارها مفتوحة اللي يسوى واللي ما يسواش، ومعروفة بلسانها السليط وشخصيتها القوية اللي ما تتفاكش. كانت عايشة بوحدها، كتقول للناس أنا مقطوعة من شجرة، ولكن دارها كانت ديما عامرة بالحركة المشبوهة، بنات ورجال اللي كيدخلوا يتخباو من عينين الناس. ولكن في واحد الصباح المشؤوم هاد الحركة توقفات. الزنقة بدات كتعمر. واحد من الجيران سميتو جمال كان عنده صناك، كان يلا كيحل المحل ديالو، حتى سمع الغوات كيخلع جاي من دار سعيدة. صوت مرا كتغوت بجهدها، عتقوا الروح، سعيدة قتلوها. جمال والجيران مشاو كيطيروا بالجري. الباب ديال دار سعيدة كان مفرع، دخلوا لوسط الدار وتما شافوا المنظر اللي ما عمرو يتنسى. سعيدة، ديك المرأة اللي كانت كتخلع الرجال بشلا غموم، كانت طايحة على وجهها وسط الصالة، غارقة في ضاية كبيرة ديال الدم كان خارج من صدرها وكيسيح في الأرض. الناس تصدموا. جمال مول السناك هز التليفون وعيط للبوليس. الو، جيو دابا، راه عندنا جريمة، روح طايحة في الحومة. البوليس جاو بسرعة ومعاهم الشرطة العلمية، طوقوا المكان، دوروا عليه السينتا الصفراء. ليزانسبيكتور دخلوا، المحققين حتى هما، وبدات المعاينة الأولية ديال مسرح الجريمة. الضحية اللي هي سعيدة تلقات طعنة وحدة قاتلة ومباشرة في الصدر ديالها من جهة اليسر، جهة القلب. هادشي كيعني أن القاتل كان قريب منها وما عطاهاش فرصة باش تدافع على راسها. رجال الشرطة لاحظوا ومعاهم الشهود كذلك أن السعيدة كانت معروفة بالذهب، ديما لابسة الخواتم وثلاثة دبالج وقرميط غليظة في العنق من الذهب الخالص. ولكن في الجثة الذهب ما كاينش، يديها خاوين، عنقها حتى هو، وكاينين آثار في جلدها كتبين أن الخواتم تحيدوا منها بالزز أو بعد الموت. الباب ما كانش مهرس، يعني أن اللي قتلها دخل عندها برضاها، أو كان الباب مفتوح. لكن السؤال الأول اللي طرحه الكوميسير، شكون هاد السيدة اللي لقات الجثة وغوتات؟ كانت وحدة سميتها خديجة. هاد خديجة من اللي زيروها بالهضرة اعترفات، الشاف أنا كنجري نكري من عند هاد الدار باش راكم فاهمين، واليوم جيت نعلمها باللي غنجيب واحد الكليان في العشية. شوية لقيت الباب محلول، دفعت الباب، دخلت ولقيتها مقتولة. المهم البوليس جمعوا المعلومات والمعطيات اللي ناقصهم من عند الشهود والجيران، وكل شيء كان كيجمع على اسم واحد، سمير. كانوا متفقين على هذه الهضرة. شكون هو سمير؟ سمير هو واحد الشاب كان خطار، كان مصاحب مع سعيدة، ولكن مؤخرا ناض بيناتهم صداع كبير حيت حصلها كتخونو. الجيران قالوا للبوليس شهادة خطيرة، الشاف راه هادي 20 يوم جا سعيد في نصاصات الليل، كان سكران وهز جنوي وبقى كيضرب في بابها وكيغوت وكيقول والله يا سعيدة وما تخرجي تنصفيها ليك، والله لا دوزتها ليك هاد المرة، وكون ما شدوهش ولاد الدرب كون قتل هذيك الليلة. هنا البوليس قالوا صافي لقيناه، هنا الدافع باين، هو الانتقام والغيرة حيت كتخونو، وسلاح الجريمة هو الجنوي.
كان هزها في يدو، والتهديد موثق بالشهود ديال الجيران. مشاو جابو سمير من المحل ديالو، دخل لغرفة التحقيق وهو كيترعد وخايف. الضابط سولو: سمير، سعيدة ماتت مقتولة، انت اللي هددتيها، اعترف وخفف على راسك العقوبة. انا سمير غيتصدم: ماتت؟ والله الشاف ما قصتها، ماشي انا. ايه بصح هددتها شحال هادي، ولكن راني نسيتها وبديت صفحة جديدة. هنا المحققين بداو كيتسائلوا: واش سمير بصح كيكذب؟ واش هو اللي دخل عليها وسرق الذهب باش يموه الجريمة؟ ولكن تقرير الطب الشرعي والتحريات التقنية غادي يقلبوا الطاولة. البوليس غيكتشفوا ان سمير عنده حجة غياب صحيح في نهار الجريمة. اذا الا ماشي سمير اللي قتلها، شكون غيكون الفاعل؟ البوليس هنا غيرجعوا لنقطة الصفر وبداو كيقلبوا في البصمات اللي ترفعت من الدار ومن مشهد الجريمة. لقوا عشرات البصمات حيت الدار كانت عامرة بالناس، ولكن واحدة منهم بصمة ديال واحد البنت سميتها أحلام هي اللي غتكون الخيط اللي غيجر المصيبة الكحلة. أحلام غتجبد اسم واحد البنت أخرى، بنته مقهورة وفقيرة ما في حالهاش، لكن كانت زوينة، الاسم ديالها زينب. علاش زينب مشات عند سعيدة؟ وشنو هي الصفقة ب4 ديال المليون اللي تحولت لبحر ديال الدم؟ الحقيقة ديال الجريمة كانت أغرب من الخيال، والدافع غادي يصدمكم. جابوا أحلام مولات البصمة، زيروها في التحقيق. أشنو علاقتك بالسعيدة؟ واش انت اللي قتلتيها؟ أحلام نهارت وقالت واحد الجملة قلبات الموازين عند المحققين: الشاف، أنا ما قتلتش، ولكن أنا اللي عرفت سعيدة بزينب، أنا اللي ديتها لها. البوليس سولو: شكون زينب وعلاش؟ أحلام عودت لهم القصة من الأول. سعيدة كانت كتقلب على بنت جديدة تكون زوينة وصغيرة ومن دارهم، يعني ماشي بروفيسيونيل في الحرفة، باش تقدمها لواحد الشخصية مهمة، كليان لاباس عليه مقابل مبلغ كبير. وأحلام اقترحت عليها زينب بنت جارتهم اللي حالتها المادية تحت الصفر، ما في حالهمش. هنا البوليس غيمشيو لدار زينب، لقاوها بنت في مقتبل العمر، الملامح ديالها بريئة درويشة، ولكن الفقر كان باين في الجوانب ديال الدار. غير شافت المينوط وهي طيح كتبكي، ما حاولتش تنكر ولا تهرب، نهارت قالت ليهم بلسان تقيل: أنا اللي درتها، أنا اللي قتلتها، ولكن هي اللي جنات على راسها. أنا يا زينب بغات تبدا تعاود ليهم، قالت لهم أنها تزادت وكبرات في واحد العائلة فقيرة بزاف، كبرات وهي كتشوف بعينيها الحرمان والزلطة، وكتشوف صحاباتها كيلبسوا كياكلوا وهي كتقاتل غير على طرف الخبز. كانت كتقلب على أي فرصة باش تعتق راسها وعائلتها، وجاها العرض من عند أحلام اللي قالت لها أنه كاين واحد السيد لاباس عليه بغي يدوز ليلة وحدة، والمقابل ديال هاد الليلة أنه يعطي 4 مليون سنتيم، يعني 40,000 درهم. ليلة وحدة غتبدل حياتك. أن المبلغ كان بالنسبة لزينب ثروة، فلوس كثيرة، والطمع والاحتياج عماو ليها البصيرة. هنايا زينب وافقات، مشات عند سعيدة الباترونة، هي اللي نسقات لها كل شيء وصيفطاتها عند السيد. هنا زينب دارت الخدمة والسيد خلص سعيدة، حيت هي اللي كانت الوسيطة بيناتهم. زينب مني رجعت عند سعيدة باش تاخد رزقها، يعني نصيبها من ديك العملية ديال الفساد، سعيدة بدات كتماطل عليها وكل مرة كتقول لها كلمة. قالت لها سيري حتى الغدا، السيد مازال ما خلصش، راه وقع مشكل في الحساب. ويوم ورا يوم زينب عاقت،
مشات سولت داك الكليان بطريقتها وتأكدت بأن سعيدة شدات الفلوس كاملة وضربتها في جيبها. سعيدة قررت تاكل عرق البنت وتضحك عليها واستغلت الضعف ديالها. كانت كتظن أنها ما تقدر دير والو، وأنها غتخاف دير شي حاجة قدام سعيدة، وأنها ما تقدر تشكي لحد. هنا زينب تحولت في رمشة عين من ضحية لوحش. ونهار الجريمة الصباح بكري زينب هزت موس من دارهم وخباتو تحت جلابتها. مشات لدار سعيدة، لقات الباب محلول كيف العادة حيث كان كل ولا كيدخل. دخلات وواجهتها لآخر مرة. خالتي سعيدة، عطيني فلوسي دابا وإلا غتوقع شي مصيبة. سعيدة بديك العجرفة والتكبر ديالها وبحكم أنها موالفة في هادشي وموالفة أنها تتحكم في البنات ضحكات عليها بواحد الاستهزاء. سيري على البرهوشة، ما عندك ما تدي مني، ما عندك ما تصوري مني، واللي في جهدك ديريه. هاد الكلمات كانت هي الضوء الأخضر ديال الشيطان اللي غيوسوس لزينب، واللي بلا ما تشعر جبدات الموس وهجمات عليها وجهات لها طعنة وحدة وقوية للقلب بكامل القوة ديالها، طعنة ديال الغل والحقد وديال الحلم اللي تسرق من زينب. طعنة وحدة كانت كافية خلات سعيدة طاحت كتغرغر في دمها. زينب وهي كتشوف فيها كتموت تفكرات باللي خسرات شرفها وخسرات حتى الفلوس. شنو دارت ديك الساعة؟ بسرعة بدات كتسلت ليها في الخواتم من صباعها، حيدات لها الكورميط من عنقها باش تعوض الخسارة المادية ديالها، دوك 4 المليون اللي سرقات ليها من عند الكليان، وخرجت كتجري قبل ما يفيقوا الجيران. في الأخير ومن بعد من كشفت خيوط الجريمة زينب اعترفت بكل التفاصيل، والمحكمة كانت صارمة، وبالرغم من الظروف الاجتماعية ديال زينب تحكم عليها بالسجن المؤبد. أما السعيدة فمشات ضحية بسبب الطمع والحقرة، كلات فلوس الحرام ديال غيرها وخلصاتهم بدمها. وزينب الشابة البريئة اللي كانت كتطمح أنها تدير الفلوس وتولي حتى هي بحال البنات الآخرين تلبس الدور كيف بغات، ضيعت شبابها وحياتها في الحبس بسبب ليلة ديال الطمع. الفقر ما عمره كان مبرر للجريمة، والطريق العوجة ديما كتبدا بهمزة وكتسالي بكارثة. سعيدة كان كيحسب لها راسها ذكية وواعرة وتقدر تتحكم في كل شيء وحتى واحد ما يدوز على الدكاكة. نسات باللي الظلم ظلمات، وباللي المشي إلا زيرتيه في الركنة كيقمش. أما زينب فهي عبرة لكل بنت كانت كتظن باللي الجسد والفساد طريق سهلة باش الإنسان يولي ثري ويدير لاباس. طريق سهل ديما كيكون فيه البياج غالي بزاف.